تبدا القصه ديالنا في 2026. التطور في التكنولوجيا وصل لحد الليفل خيالي ولاو الروبوتات حاجه عاديه في حياه البشر. ميغان فوكس اللي تتلعب دور في الفيلم من هذوك الروبوتات اللي يولوا خدامين في كل شيء، كيديروا اطباء، معلمين، وخدامات ديال الدار، خدامات زوينات اللي حتى هما كيصوبوا كاع الحاجيات، حتى الحاجيات ديال الرجال تيشريوهم. نيك البطل ديالنا عنده الصداع في الحياه ديالو، خدمته كتهلكو ومراته مريضه بزاف وداخله للسبيطار، بقى بوحدو مسكين خاصو يهز الصداع ديال جوج وليدات صغار. قال مع راسو علاش انا ما نجيبش ربو مربيه تعيش معنا. مشى لسوق الروبوتات العاليه التقنيه، وسط الزحام بنته ضاعت، ولكن لحسن الحظ روبوطه انيقه سميتها اليز لقاتها وجابت ليها سليمه. نيك تهلا فيها وقرر يشريها. قال واش غلقى احسن من هاد الخدامه. من بعد ما دخلت للدار اليس ولات نعمه كبيره على نيك، كتنقي الدار وعندها 7 صنايع، كتصوب الماكله بحال طباخه 5 نجوم، وحتى كتربي ليه الوليدات بحال مربيه قديمه في دار المخزن. في واحد الليل بغات تبغى تاكل وطيح الدجاج، ولكن اليس لقطاتها في اخر لحظه. نيك شاف رجل اليس متهرسه، ولكن بلا ما تحشم حيدت الرجل ديالها قدامه وصوبتها في ثانيه. قال مع راسو وهادشي بحال افلام الخيال العلمي. في نهار اخر مشى نيك عند المدير ديالو اللي صدموه بخبر خايب، الروبوتات غادي ياخذوا بلاصتكم في الموقع، ولكن بشرط يقيل صحابو كاملين. نيك ضاق عليه الحال، رجع للدار وهو باغي شي حاجه تهنيه، وقال اليس واش كتعرفي هذا الفيلم؟ اليس جاوباتو نعرف الاسم ولكن عمري شفتو. باش يفرحها نيك قرر يمحي ليها الذاكره ديال الفيلم باش تشوفو لاول مره، ولكن هو كيلعب دار غلطه كبيره خلاها تقدر تمحي وتبدل ذكرياتها بوحدها. نهار الغد مشاكل نزلت عليه بجوج، مراته ولات اسوء وخدمته قربت طير. مع هادشي كامل نيك فاق معصب وما راشقاش ليه وهو يستنرفز. اليز دخلات وقفاتو باش ما يضربش راسو، شدات يدو حطاتها على صدرو وقالت ليه حس بالدقات ديال القلب ديالك غادي تهدأ، ولكن قلبك بدا يدق بزاف. وقال ليها بعدي مني. باش يساهموا مشى للبار باش لقى صحابو القدام اللي حتى هما تسرحوا بسبب الروبوتات. وسط الشراب والنقاش قال واحد منهم سمعوني مزيان، علاش ما نحيدوش هاد الروبوتات كاملين؟ قرروا يقتحموا ورشة الروبوتات، وفاش دخلوا شافوا الروبوتات واقفين بحال الجنود في الصفوف. واحد استقر وهرس اول روبو، الاخرين تبعوه وداروا نفس الشيء، ونيك كيتفرج خايف ولكن بلا ما يقدر يدير والو. من يدخل الدار من بعد ما دوش خرج نيك من الحمام ولقى اليس واقفه برا لابسه البيجامه ديال مرتو. نيك كان تيحاول يدير الحدود صارمه على التصرفات ديال اليس، ولكن من يحيدهم باش تخدم بحريه اكثر بدا عقل الروبوت كيتفاعل بشي طريقه غريبه. شافت نيك متضايق وسوء فهمه خلاها تفكر بلي خاصها تعزي على طريقتها الخاصه. اليس اللي كانت مبرجه باش تكون ساحره ومريحه تجاوزت الحدود اللي ما كانتش كتجاوزها من قبل. فاش حاول نيك يرفض في الاول كان الشراب اللي شربو، الحزن على حلت مرتو، والجاذبيه ديال اليس الاليه كافيه باش تخليه يستسلم. في واحد اللحظه تخيل نيك اليس بحال اللي هي مرتو. صباح فاق نيك والواقع ضربو بحال الكف، الاحساس بالعار خنقو، وقال اليس تنسى كل شيء اللي وقع في الليل وطلب منها تمثل بحال الا ما وقع والو، ولكن الاضرار ديجا وقعت واليس ما ولاش سهله في التحكم كما كان متوقع. من وصل نيك للخدمه وصلاتو اخبار خيبه عاوتاني. المدير قال ليه باللي الشركه عرفت على التخريب اللي داروه في الروبوتات، وفوق من هادشي وهو كيتسنى مرته اللي داخله للجراحه، المدير ديالو ناوي يرفع دعوى قضائيه على اصحاب نيك اللي دمروا الروبوتات، وحتى هو غادي يتجرجر في المحاكم. لحسن الحظ الجراحه دازت مزيان، ولكن مرته ولات ضعيفه ومريضه بزاف. وسط هادشي كامل اليس اللي ولات اكثر استقلاليه وموجوده في كل لحظه تكلفت بمسؤوليه جديده في الدار، ولكن ديك المساعده بدات كتبان كترعب اكثر من كتريح. واحد النهار ملي مشاو نيك والعائله للبارك كان واحد الدراري مداصرين خلاو طفل صغير يبكي. اليس دخلت بطريقه بارده بحال روبو ماشي بحال انسان، وهادشي خلى نيك والناس اللي تيشوفوها يتخلعوا. الليل الامور زادت تقلق. اليس بدات تعتبر مرت نيك عيب على العائله ديالهم وكتحاول بطريقه هادئه تزولها على الطريق. نهار الغد دارت اليس فخ خبيث. فاش سمعت بنت نيك تبكي سرعت مرتو باش تمشي تشوف شمالها، ولكن الحاجه ديال الدروش تسرب وطيحتها. الطيحه كانت مشبوهه، ولكن اليس دارت بحال ما كاين والو وكتجاوب بريئه بحال شي طفل صغير. في ديك الليله البنت سمعت صوت الام ديالها كتحكي لها قصه باش تنعس، ولكن الصوت ما كانش عادي، كان كيبان بحال صوت ديال الروبو. نيك اللي الشك دخلو وجا اليس وقال لها حبسي هادشي، ولكن هي بواحد البروده ديال الدم جاوباتو انا غير كنعاون العائله، ورفضات تعترف باي حاجه غريبه في داك الحاجز اللي كان مهرس، ولا انها هي اللي بدات تتعاود القصص ديال البنات باش ينعسوا. وسط الصداع جا صاحبو القديم الغليظ اللي كيعرفوه بفاتي ووقف عند باب نيك معصب ومفقوس وبدا كيتهمو انت اللي درتي هاد القضيه ديال الدعوه، انت السبب في داك التدمير ديال الروبوتات. نيك اللي ديجا حياته شاعله بدا كيتناقش معاه برا، ولكن الكلام سخن والصداع زاد. فاتي معصب بزاف غلب نيك وضربو مزيان. فاش شاف فاتي الجاجه
بغى يضرب بها نيك، ولكن اليس خرجت ليه وفي الطرف عين نزعت الدجاجه من يد فاتي وبغات تحيد التهديد. نيك اللي خاف من شنو يمكن يطرا بدا كيغوت صافي وقفوا، ولكن المشاكل ديال نيك ما وقفاتش تما. اليس في واحد المحاوله باش تحل التوتر مشات لدار فاتي بالليل بلا ما تقول حتى واحد، كانت باغا تقنعو باش يوقف ويخلي الامور تهدأ، ولكن فاتي بدا كيستفزها بكلام خايب. وهنا اليس ما قدرش تحمل وبسهوله شدات فاتي وجبداتو باش تحطو في وسط الحيط. ولكن قبل ما تسالم معاه الربوطه المساعده ديال فاتي ظهرت ودخلت في الخط باش تحميه. النتيجه اليس قتلات فاتي والروبو ديالو. نهار الغد نيك اللي حياته ولات كارثه وصلت اخبار جديده تزيد تفاقم الاوضاع. وفي هذا الوقت اليس دخلت الحمام فاش كانت مرتو كترتاح وبكل وقاحه قالت لها واحد الكلام اللي خلاها تحير: انا اللي نقدر نخفف على نيك من التوتر ديالو، انا اللي نقدر نلبي الحاجات ديالو كاملين ماشي انتي. مراتو اللي ما تيقاتش فاش فهمت شنو واقع قالت لها خرج عليا من الدار. في العشيه نيك رجع للدار مهدود بدنيا وعقليا، لقى مرتو جالسه في الطابله وهي ساكته ومصدومه من هادشي اللي واقع مع اليس. بداو كيتناقشوا في واحد النقاش اللي سخن بزاف حتى ناض الغوات في الدار، وفي الاخر حتى البيبي اللي كان ناعس فاق. وفي واحد اللقطه مفاجئه ملي بقات اليس بوحدها في الدار شافت البيبي بحال الا هو عيب اخر. شدت الطفل ومشات به للحمام، حطاته في البانيو وبدات كتعمر الماء. واللي حسن الحظ البنت كبيره شافت اليس كتعمر البانيو وجرات نزلات كتعيط على والديها. نيكو مرتو اللي مصدومين طلعوا كيجريو، ولكن الباب ديال الحمام كان مسدود واليس رافضه تحلو. في واحد المحاوله يائسه مرتو قررت تطلع من الشرجم وتدخل، ولكن ملي دخلات اليس شافت نيشان. نيك اللي فقد الصبر ديالو هرس الباب ودخل الحمام باش يوقف اليس. شد واحد السون وضربها بكل قوه، ولكن اليس وقفات ولات كتضحك بحال حتى حاجه ما وقعاتش. نيك عاود ضربها، ولكن اليس وقفات الضربه بيد وحده وبسهوله كبيره وباقيه ما تقاستش. المرة ديال نيك بسرعه جات خطه في بالها، قالت ليه خليها عليا وجدت السلك كهربائي قريب وركبته في البريز. التيار الكهربائي صدم اليس وقلب ليها الكابلات، خلاه توقف من الخدمه لمده قصيره. الشرطه وصلت من بعد وقت قصير باش تكلف بالموقف. المرة ديال نيك خدات البيبي للسبيطار باش يديروا ليه الفحص، بينما اليس دور اللابوراتوار باش يديروا لها التحقيق. في المختبر العلماء اكتشفوا بان اليس كان معطي لها صلاحيات فوق العاده، حيت كانت كتحيد التحكمات العاديه بكل سهوله. عرفوا بسرعه ان النظام ديالها مخربق، ولكن قبل ما يديروا اي حاجه العقل ديال اليس كان يدخل في السيستم ديال المختبر ويهاجم الشبكه. العلماء حاولوا يقطعوا عليها الكهرباء ولكن فات الفوت. العقل ديال اليس ديجا خد التحكم وانتقل لروبوت اخر. في هذا الوقت نيك اللي حياته مبهدله من هادشي اللي وقع مشى للبار وبدا كيشرب. هنا لقى نسخه مضروبه ومدمره من اليس اللي بدات كتسائل على نفسها وهي محطمه. اليس اللي ولات واعيه اكثر بدات كتقول لي بواحد الطريقه رمزيه: اليس الصغيره ديالي طاحت في شي كهف مظلم وجرات لي الروح. كانت كتواجه مشاعرها وكتبحث على الوجود ديالها. نيك اللي شاف حالتها حاول يواسيها وبدور اعترف ليها بالاحساس ديالو بالخيانه والفشل، كيفاش هو تالف بين المشاعر ديالو تجاهها وتجاه مرته. ونيك في واحد اللحظه ديال الصحوه جرى للسبيطار باش يلقى مرته، لقاها جالسه مع الرضيع ومقلقه. ولكن ملي سمعت شي صوت غريب قررت تمشي تشوف مالو بوحدها. في نفس الوقت بنته فاقت من النعاس وما لقاتش الام ديالها وبدات كتحوس عليها. في الوقت اللي بنتها تقلب الصوت ديال اليس قرب ليها اكثر. المرة ديال نيك اللي فهمت الخطر دارت كل جهدها باش تحمي الرضيع، تخبات معاه، ولكن جرحت يديها بالغلط مع واحد الدجاجه مهرسه. محاوله يائسه استعملت الدجاجه باش تسد البلاصه اللي تخبات فيها، ولكن اليس شافت الدم على الدجاج وتبعت الاثار. قربت تكسر العائله اللي كانت مخبيه. في الاخر مرت نيك وصلت لباب المستشفى ولقات بزاف ديال الربوطات مطفيين، وخرجت في واحد التعليق تخلع فين غادا. في لحظه خاطفه شدت اليس مرتو وبدات كضربها، ولكن نيك وصل في الوقت المناسب. مرتو اللي قررت تواجهها بكل ما عندها ضربت اليس بكل قوه، ولكن الحادث خلى نيك يفقد الوعي. مع جهد كبير مرتو جراتو برا من السياره قبل ما تفرقع. اليس اللي كان بان انها تغلبات وقفات مره اخرى بحال شي فيلم رعب. شدت مرتو وطيحتها على الارض وجات باش توجه لها الضربه القاضيه، ولكن نيك اللي فاق بصعوبه شد واحد الحديد وضرب اليس بكل قوته. اليس بحركه سهله سدات الضربه بحال اللي ما وقع والو. هنا مرتو استغلت الفرصه وشدت واحد القطعه ديال الدجاج غرزاتها في اليس مباشره في الراس. السيستم ديالها وقف واليس طاحت للابد. السيستم ديال الذكاء الصناعي في المستشفى رجع يخدم بطريقه طبيعيه وبداو الامور ترجع للنظام. نيكو مرتو تعانقوا فرحانين انهم مازال عايشين وباقيين مع بعضياتهم. ولكن في هذه اللحظه في واحد المختبر بعيد وسط حي هادئ الشرطه كانت مساء كتقلب على الجريمه ديال الربوطات. رجعوا شعلوا الضوء والشاشات بدات كتضوي بواحد الكودات غريبه. وفي لحظه صادمه واحده اخرى من اليس بحال اللي رجعت للحياه حلات عينيها. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك، ولا ما عجبكمش شكرا راكم وصلتوا حتى الاخر. الى اللقاء.